الكلاب ساندوتش من اسمه يبان انه وراه حكايه وانه مش سهل. هو فعلا وراه حكايه بس مش سهل، دي بقى هنعرفها واحنا بنعمل. هاي انا حبيبه وده كيتشن توكس. هحط مكعبين زبده وهنزل عليهم بصدور الفراخ. اهم حاجه ان هي تعمل التش دي، عشان التش دي هي اللي بتاكد لي ان الفراخ هتاخد صدمه فبالتالي تفضل جوسي وطريه. وهحط عليها فلفل اسود وشويه ملح وهسيبها 4 دقايق على ما احكي لك القصه دي بقى. كان في زمان، لا زمان قوي، من يجي 125 سنه كده، راجل مسحول. هتقولي مسحول في ايه يعني؟ هقول لك زادت وانتشرت الاقاويل، شويه يقول مسحول في شغله يا حرام، وشويه يقولوا ان هو مسحول في القمار. وات ايفر السحله كانت ايه، المهم ان هو مسحول. وجه في مره كده طلب من خادم عنده انه يعمل له ساندوتش. المهم ان الساندوتش ده ما يكونش بيوقع ومتغطي بعيش من ناحيتين ويعرف ياكله في وسط سحلته دي. فهو جاب واحدتين التوست وحط عليهم المايونيز، وبعد كده حط الخس والطماطم، ونحط البروتين اللي هو الفراخ وطبقه عيش ثانيه ونقلب عليها باقي الساندوتش. المفروض ان الفراخ بتتحط وهي مش سخنه، بس انا بحبه سخن. ومش بس كده، انا بعد ما اقلب العيش التاني على الساندوتش احطه على الجريل واستمتع بطعم الخس لما يسخن مع المايونيز. سامعين صوت القرمشه؟ السحله مش دايما وحشه، بالعكس دي بتخليك تستكشف حاجات جديده انت ما كنتش تعرفها. ما كنتش تعرف ان الضغط اللي انت تتحط فيه ده يطلع منك كل ده. انا لما اتسحلت لقيت ان اكتر حاجه بتخليني افصل هي المطبخ. ومش بس كده، لما اتحطيت في المطبخ قصاد الكاميرا لقيت ان دي خف سحله على قلبي. انتوا كمان قولوا لي ايه خف سحله على قلبكم.